مهارة الاستماع عند النبي صلى الله عليه وسلم. في بداية الدعوة راح واحد من المشركين اسمه عتبة بن ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحاول يقنعه ان هو يوقف الدعوة بتاعته، فقال له: يا محمد هعرض عليك امور فاسمع مني. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش ده من المشركين، مش هسمع له، او اكيد هيعرض عليا حاجات مش هقبلها، ولكن قال له: قل يا ابا الوليد اسمع. وبدأ عتبة يعرض على النبي حاجات منها فلوس، نساء، والرسول قاعد بيسمع. وبعد ما خلص خالص عتبة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أفرغت يا أبا الوليد فاسمع مني. وبدأ يقرأ عليه من سورة فصلت. الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة ساب المساحة لعتبة إن هو يتكلم وسمعه للآخر، ما قطعوش وهو بيتكلم ويقول له: أنت إزاي تعرض عليا الحاجات دي؟ لكن سمعه واستنى، وحتى سأله في الآخر: خلصت فاسمع مني. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مهارة الاستماع، ودي من الحاجات اللي بتفرق، إنها بتفتح قلوب الناس لينا، والناس فعلا بتبقى واثقة في أي حد بيسمع لها.